السلام عليكم يا جماعة. حابة أقول لكم على حاجة الشيخ قالها لما عملتها، عرفت في حسد ولا لأ. أنا ما كنتش مصدقة في الأول، بس لما عملتها لقيت فعلا كلامه صح. فأنا حابة أقولها لكم يمكن تستفادوا منها انتوا كمان، وأقول لكم برضو هو قال إيه علشان الحسد ده يروح. طيب هو قال حاجة أكيدة وحاجة لازم تسألوا فيها الأول، لأن أنا أخاف إن انتوا تعملوا حاجة فيها حرمانية، فأنا مش عارفة فيها حرمانية ولا لأ. يا ريت اللي عارف يقول لنا ويعمل، او اللي هيسأل يقول لنا برضو. طيب العلامة اللي هو قالها اعرف في حسد ولا لا. ان انتوا ساعة الاذان يا جماعة هتقولوا، ساعة الاذان هترقوا مثلا اولادكم او ترقوا نفسكم، ايا كان اللي انتوا شاكين فيه ان هو محسود هترقوه. وتقولوا بقى الرؤية الشرعية، يعني بقى بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم، وأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، والمعوذات وآية الكرسي والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. هتعملوا الرؤية الشرعية دي ساعة الأذان على اللي انتوا شاكين ان هو محسود. طيب نعرف منين بقى ان هو فعلا محسود او لا؟ لو حصل ان انتوا اتوبتوا او اللي انتوا بترقوه اتاوب وعينه دمعت، يبقى كده هو محسود. هتعرفوا ان انتوا محسودين. هو ده اللي حصل لي بالظبط. عينيا دمعت وعملت، يعني قعدت اتوب كتير. فانا ما بقتش مصدقه فعلا ان كلامه صح. يعني في الاول كان في شك الصراحه، لكن لما حصل لي كده ما عادش في شك. طيب هقول لكم هو قال ايه برضو عشان الحسد ده يروح، او لو حصل لكم كده تعملوا ايه بقى. طبعا الالتزام، طبعا اول حاجه الدعاء. اقول لكم الحاجه اللي انا متاكده منها الاول، لان دي حاجه ربنا يعني او الرسول قايل عليها. الدعاء طبعا، وان انتوا تقولوا الاذكار الصبح واخر النهار، الاذكار اللي بتحفظنا كلها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. والدعاء الطويل اللي هو اوله او اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم الى اخره. يعني لو انتوا عايزين ان انا اقوله لكم ممكن اكتبه لكم، او ابقى اقوله تاني يعني اللي مش حافظه. ونقول طبعا المعوذات الصبح واخر النهار، والالتزام بالرؤية الشرعية والادعية دي. طيب الحاجة التانية اللي هو قالها اللي انا مش عارفة هي فيها حرام، ممكن يكون فيها حرمانية او لا. ان هو قال ان احنا نجيب لو حصل لنا كده يعني وعرفنا ان احنا محسودين، نجيب 2 كيلو ملح وبنحط عليهم، هو قال كده بالظبط معلقتين ميه بس. يعني بحيث ان انت تبللي الملح ده اهو، مش يبقى ميه كله، لا بنبلل الملح بس. وتحطوا عليه زهرة زرقاء، وبتحطوا في كل ركن من اركان البيت عبوة يعني فيها ايه كمية من الخلطة اللي احنا عملناها دي. فانا بصراحة ما عملتوش لحد ما اسأل ففي حرمانية او لا. يعني دي حاجات ما فيش فيها يعني هزار، يعني حاشا لله ان احنا نستعين بحاجة غير ربنا يعني. فاللي حابب يسأل او عرف في حرمانية او لا يا ريت يقول لنا. فانا مش هعملها غير لما اتاكد في ممكن تكون حرام ولا لا. اسال الله العظيم ان يحفظنا جميعا واولادنا من شر كل عين حاسد حاقد، ويحفظنا جميعا واولادنا من كل سوء يا رب.